مساء الخير حبايب قلبي، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية وسلامة. رجعت لكم فيديو جديد، فيديو تحفيزي، فيديو منوع بفقرات هواية وشغلات يجوز يعني تحبوها وتتعلمون منها. فهسه قبل لا نبلش بالفيديو خلينا نصلي على محمد وآل محمد، وبعدها نبدي بالفيديو أنا وياكم. طبعا بلشت يومي بالمطبخ، وأصلا كملت يوم كامل تقريبا بالمطبخ، يعني ما عدا أوقات الأكل وشي وتنظيف باقي البيت، بس أكثر الوقت كان بالمطبخ. المهم بلشت هنا بالثلاجة. طبعا احنا الثلاجة يومية أكيد ننظفها ونمسحها، بس التنظيف العميق لا، مثلا كل أسبوع نطلع كل غراضها ونجلف ونمسح ونلمع، نطلع كل المواد ونطلع المجرات، نغسلهن وننشفهن ونرجعهن. المهم طبعا حابة أشكركم على التفاعل الحلو بالفيديوهات السابقة، وأتمنى تستمرون على هذا التفاعل وتدعموني حتى أبقى أقدم لكم شغلات حلوة وتعجبكم يا رب. والهدف من فيديوهاتي مو للتعليم لا أبدا، لأنه الكل أمهات بيوت ومعدلات ومرتبات، هذا شيء منتهين منه، بس فيديوهات تحفيزية. يعني أني كنت من أشوف فيديو تحفيزي وأنا مثلا متكاسلة أو مالي خلق أقوم أشتغل، وأشوف الفيديو بسرعة يصير عندي واهس، وأقول بيني وبين نفسي إنه خل أصير مثل هذه البنية وخليني أقوم أشتغل وأكمل شغلي. وخاصة هسه الجو بارد والكل قاعد متدفي ونتعاجز يعني عن الشغل. طبعا مو غلط ولا حرام إذا تعجزنا عن الشغل لأنه نتعب. أنا أحكي على أمهات البيوت، أكيد يتعبون من بين البيت وبين الأولاد والتربية والتنظيف والشغل وهواية يعني شغلات. المهم بس القصد إنه من يشوفون فيديو تحفيزي تجوز تذكرون شغلات أنتم مسويهن وتقومون تسووهن بلا عجز، أو يعني هواية شغلات. المهم حبايبي اللي ما يعرفني، أنا أم كرار من كربلاء، صاحبة قناة يوميات بيتي من كربلاء، اللي هذا الفيديو اللي عليه هدا تشوفوه. وأهلا وسهلا لكل الضيوف الجدد اللي يجوني، وإن شاء الله يا ربي أكون خفيف الظل عليكم وتستفادون من فيديوهاتي. وإذا أكو أي تنبيه تشوفوا فيديوهاتي فأنا أتقبل كل الآراء، وأتمنى تكتبوا لي بالتعليقات. هنا أنا بعد ما نظفت الثلاجة مثل ما شفتوا بديت أعزل المسواق. أنا عندي هذه المنظمات، أغسل المسواق بالبداية وبعدين أخليها بالمنظمات وأنتظرهن ينشفن وبعدين أخليهن بالثلاجة. الباذنجان كان كمية كبيرة فنقلته بهذه المنظمة الأكبر، وغسلت القديمة. ويعني ذن المنظمات إنقاذ وترتيب للثلاجة كلش يعني أحسن ما يظل المسواق متطشر منا ومنا، فتقدرون ترتبون المسواق بيهن وبعدين ترجعوهن للثلاجة. صار شكل الثلاجة كلش مرتب ومنظم، ومن تردون شي بسرعة تطلعون الحافظة أو المنظمة، تاخذون المحتاجيه وبعدين ترجعوها بمكانها، يعني تبقى الثلاجة مرتبة على طول. ونفس الحالة حتى الأجوان الزيتون هم تخلوهن بعلب وداخل هذه المنظمات وتخلون بالثلاجة أحسن ما يظل انطشرات بالثلاجة. طبعا هذه المجرات، هذا اللي يراويكم إياه هذا ماي، هذا اللي يصير من الرطوبة يعني مو غير شيء، فتعمدت إنه أذب عليه ماي حتى أراويكم. المهم حبايبي اللي هنا اللي وصل لهنا وما مشترك بالقناة أو اللي دي شاهد، أتمنى تدعمني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك الجديد. وإذا عجبك، وإذا ما عجبك فهذا الشي راجع لك وأني ما أجبركم. المهم هنا أنا هذه دائما المجرات أخلي بيها الفاكهة. ليش؟ لأنه الثلاجة مالتنا تبرد زيادة، فأخلي الفاكهة جوا حتى ما تبرد حتى على مود الأطفال. وهنا جو الشغلات اللي مثلا ما استخدمها واللي بيها مثلا طين أو شي ويعني قليل استخدامها، أخليها بعلاقة وأخليها بالجرار. أما باقي الغراض لا، عادي أخليهم بالمنظمات بدون علاقة. أصلا مو حبان العلاقة بالثلاجة لأنه شكلها يصير كلش مو حلو. وهالي هنا أنا حبايبي كملت ترتيب الثلاجة، هذا ترتيبها الأخير. طبعا الفواكه النص أقسمه أخليه بعلاقة، أما برا أخلي بسلة والباقي أخلي بثلاجة، أو أقسم نص فوق
مكشف ونص جوه حتى للأطفال، لأن أنا عندي أهم شي هسه الأطفال. حتى الفراولة بعدين أني طلعتها من الثلاجة وخليتها برا لأنه يحبوها فياكلوها على طول. هنا أنا عندي كمية من الشبنت والكزبرة. طبعا هواية لهن استخدامات وكلش طعم طيب بالأكل وبالطبخات، مو الكل يعني مو كل طبخ. المهم فأني حبيت أجيب هذه الكمية أغسلها وأجففها وأفرزها حتى أستفاد منها، بحيث من أحتاجها بسرعة أطلعها كاملة نظيفة مثرومة وأطلعها بسرعة أستخدمها. هذه الكزبرة همينة طبعا حبيت أراويكم هنا بنات، يعني أوصيكم الخضروات خاصة الخضروات الورقية من تجيبوها لا بسرعة تغسلوها وتديرون المي، لا شوفوا أنا رديت أراويكم كمية الطين اللي طلعت من الكزبرة. أني أنقع الخضرة بمي وملح وأبقيها فترة يعني مو بسرعة، وبعدين أصفيها بإيدي من المصفي، مو تديروه لأنه إذا درتوا همين راح يوقع الطين بيها. فأصفيه تصفاية من المصفي وبعدين أرجع همين أخليها يجري عليها مي البوري لحد ما أشوف المي ينزل نظيف، يلا أبدي أشتغل بيها. هنا أنا هاي كملت ثرم الكزبرة والشبنت، وبعدين راح أخليهم بهذه أكياس الحفظ وراح أخليهم بالفريز أو بالمجمدة اللي يعجبكم. وهنا أنا أكيد مبين شنو راح أسوي. عندي هذه المكونات مال الطرش الأحمر راح أسويها، بس قبلها طبعا صارت خربطة بالفيديوهات. المهم راح أشارك وياكم الكيكة بالمكسرات، كيكة العصرية. طبعا بالبداية شنو عندي، راح أخلي بالخلاط العادي بيضتين، خشوقة، هذه خشوقة من الخل الأبيض، وكوب شكر، كوب حليب، هذا الفص من الزبد، ونص كوب من الزيت. هذني كلهن سوية راح أخلطهن بالخلاطة وأظل أخلط بيهم لحد ما يصيرون رغوة. هنا أنا ضفت البيضتين والزيت، قلت لكم كوب نص كوب صغير، وكوب حليب، وكوب شكر، وملعقة الخل الأبيض، وفص صغير من الزبد للنكهة. راح أظل أخلط بيهم لحد ما يصيرون مثل الرغوة. أثناء ما أخلطهم راح أجهز خليط الطحين اللي هو 3 كوب من الطحين، ناخلطه أكثر من مرة. راح أضيف عليه ظرفين بيكنج باودر، وراح أخلي عليه ملعقة كبيرة من النشا. هنا أنا بعد ما خلطت المكونات درتهم بطاسة، وراح أبدي أضيف الطحين، مكونات الطحين والنشا بالتدريج، أو تضيفون النشا والخل الأبيض بالنهاية على الخليط كله همينة عادي. المهم تضيفون الطحين بالتدريج حتى شنو، حتى ما يتكتل عندكم ويصير الخلط عليكم أسهل. وطبعا أنا بما أنه رديت أسويها بالمكسرات فراح أضيف عليها تقريبا خاشوقتين إلى 3 مكسرات من هذه المكسرات اللي بالعسل. هذا طاقة طعم رهيب وشكل بعد أحلى. أتمنى تجربون هذه الكيكة، تصلح للعصريات أو للخضار أو بالليل تعلولة، كلش طيبة بنات وسهلة. جربوها وانطينوا رأيكم، وهسه انتوا راح تشوفون النتيجة مالتها. هنا القالب عندي أنا دهنته براشي وخليت عليه مبروش جوز الهند، وضفت نص خليط الكيك، والنص اللي بقى أو الكمية اللي بقت هو نص أقل من النص راح أضيف عليه سكر حتى تصير عندي نقشة وطعم طيب همينة. هذه ضفتها خلطتها وضفتها عليه، وبعدين دخلتها الفرن. طبعا زينتها من فوق شوية بالمكسرات وخليتها بالفرن. طبعا بنات بالبداية الفرن تشغلوه بس الجو على درجة حرارة، أنا بالنسبة لي 200 درجة، والقالب ضروري تدقوه بالقاع مرتين 3 حتى شنو، حتى يطلع من عنده الهواء، بحيث يعني يصير بيه فقاعات من فوق. يلا تدخلون القالب للفرن. حبيت أفيدكم بهذه المعلومة لأنه أنا شفتها وشفت عليها النتيجة. طبعا هذه نتيجة الكيكة، طلعت تخبل ومنفشة لأنه ما فتحتها أني خلال أول 3 ساعة أبدا، ما فتحتها وأكثر همينة، وما شغلت الفوق. هذا التحمير كله من الجو، أبد ما شغلت الفوق. نفشت ظرفين فانيلا وبيضتين بس. هذه حصلت الكيكة. طبعا كيك كلش طيبة صارت وحلاوتها كلش معتدلة. المهم بنات قبل الكيكة مو بسرعة تقلبوها من القالب، لا خلوها شوية ترتاح وبعدين قلبوها. هنا أنا وصلنا لمرحلة الطرشي. طبعا سويت الشوندر والشغم، خليت طبقة جوا وطبقة فوق، وبالوسط خليت اللهانة والجزر.
وراح اخلي هنا نص كمية مي، نص كمية من الخل الابيض، وخليت عليه الملح الخشن، وراح اظل اضيف لحد ما ينملي عندي بحيث المكونات تتغطى، واظل اكاسر حسب انتم اللي ترغبون مثلا بدون حموضة او حموضتها عادية يعني، او تحبوا حامضة حيل فتزودون المكونات على هالاساس. وهذه هنا أنا ضفت لها منينة لحد ما انملت وتغطت المكونات عندي. راح اخلي عليها ماعون بلاستيك حتى شنو، حتى اضمن انه كل المواد، طبعا خليت لها انا بعدين فتحتها وخليت لها ماعون بلاستيك حتى المواد كلها تتغطى داخل الخلط والمي، وغلفتها بهذا النايلون حتى اضبط احكامها يعني حتى تصير مغلقة باحكام، وبعدين خليتها برا يعني حتى على مود الشمس. هذه نتيجة الكيكة، حبيت أراويكم إياها، طبعا عفتها فترة وبعدين يلا قلبتها، وهذه نتيجتها، وسهمنا وسهمكم ألف عافية، كانت لذيذة. وآخر شي بهذا الفيديو بنات، طبعا تعبت حيل، أتمنى تقدرون هذا التعب بالاشتراك واللايك والتعليق، وتشيرون الفيديو لكل أقربائكم حتى يشوفوه وياكم. آخر شي حبيت أجرب وياكم اليوم وأسوي وياكم وصفة الدولمة التركمانية. طبعا راح اسوي دولمة تركمانية والدولمة عادية مالتنا، واراويكم شنو الفرق بيناتهم. هنا عندي المكونات تمن، عنبر، وبصل، لحم، ولية، وطماطة، ثرمت، وهنا عندي الكرات والكرفس، وهنا الشبنت والثوم. وهسه راح اراويكم هاي الشبنت والثوم شنو. راح اقبط المكونات، هذني طبعا مكونات مشتركة، هذني اللي قدامكم مكونات مشتركة اللي هي البصل واللحم والطماطة والتمن. بعدين بعد ما خبطتهم راح اقسم المكونات بالنص، العفو، وراح نسوي الدولمة التركمانية والدولمة العادية مالتنا. العفو. الدولمة التركمانية الشيء المميز بيها هو الشبنت والثوم. راح أخلي تقريبا ما يعادل باقة كاملة من الشبنت المثروم، وثوم تقريبا 4 فصوص ثوم ثرمتهم، وراح أضيفهم على الخليط مالتنا. طبعا الدولمة التركمانية تكون بيضة أو صفرة يعني بدون أي معجون، مجرد كركم تخلوها مثلا إذا ردتوها صفرة حيل، أو قليل من الكركم إذا ردتوها لونها عادي يعني نفس ما هم يسووها. هنا أنا ضفت عليها دبس الرمان، أهم شي تكون حامضة. خلينا عليها بعد ما ضفنا الشبنت وشفتوا لونها شلون صار، يعني يكون الشبنت يكون بيها كلش بارز. ضفت ملح، دبس رمان، راح اضيف الليمون دوزي اهم شي لانه تكون مالحه مالحه حامضه، الليمون دوزي اللي هو يسموه ملح الليمون. وبعدين راح اضيف عليها فلفل اسود، ضروري تضيفون عليها فلفل اسود وشويه كركم على مود اللون. وانا من يمين ضفت 7 بهارات، لانه اكيد 7 بهارات بيها كل هذه المكونات. وبعدين خلطتها زين، وراح ألفها بالسلق، ولا ننسى الزيت، أهم شي الزيت بالنهاية طبعا. وكملتها، وبعدين راح ألفها بالورق السلق. طبعا هي مشهورة بالسلق، حشوها سلق وبصل وشجر، شجر الناعم. أما هاي ضلمتنا العادية احنا نعرف انه نخلي لها الكرفس والكراث والنعناع مرات عادي، يعني البهارات اللي تحبوها انتو، والملح والليمون دوزي اكيد، واكيد المعجون ودبس الرمان ما ننساه، والبابريكا اني خليتها منه، وخليت عليها شوية من النومي بصرة المطحونة. الدومة مالتنا احنا نحبها حامضة، فلهالسبب شنو عندي حموضة اني اخلي لها ليمون دوزي، نومي بصرة مطحون. واخر شي هذا الفرق اللي بينها وبين ذيك بالخضار وبالمعجون، هاي معجون تصير حمراء وهذيك لا خضراء او بيضة يعني تقريبا، بس اقصد الشبنت خليها اخضر يصير لونها. وهسه كملنا هذه التركمانية، وهذه مالتنا العادية. وهذا طبعا هي مشهورة انه يخلوا لها هواية باقلة بالشعب مال القدر، هواية باقلة، فاني خليت باقلة ويا العضود مال السلق، وراح ألفها فقط بالسلق. وهيجي كملتها، وسهمنا وسهمكم يا ربي ألف صحة وعافية. إن شاء الله النتيجة مالتها راح أنشرها بفيديو قصير، انتظروني. والدولمة العادية هذه مالتنا نفس الحالة همينة خليت، لأن احنا همينة نخلي باقلة بالشعب مال القدر.
وراح ألفها بالسلق مالتنا. أطيب شي عندنا هو السلق، أصلا اللي يشهر الدولمة العراقية هو السلق، لأنه غير دول يلفوها بورق العنب اللي يسموه اليالنجي. ولهنا حبايب قلبي يكون الفيديو خلاص. تعبت هواية، أشكركم على المتابعة، ومع ألف ألف سلامة.